بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، ألف مليون مبروك لكل أهلاوي الدوري ال45. ألف مليون مبروك لدوري من أصعب الدوريات اللي الواحد شافها تقريبا. يعني والله بجد الواحد لازم يبارك رقم واحد طبعا لجمهور الأهلي، اتنين بقى للراجل الطيب اللي ماسك الدرع معانا مع الشناوي ده. كابتن محمود الخطيب يا جماعة هو المثال الحي للبني آدم الأبيض من جواه، يعني هو من بره زي من جوه. هو أمور من بره حلو من جوه، ما فاهم أنت؟ هو أبيض على الأبيض، يعني أنت واخد بالك؟ اللي هو السلكان بما تحمله الكلمة من معنى. الراجل خد قرار، وخد يعني هو ومجلس الإدارة واحد من أسوأ القرارات اللي الواحد ممكن يشوفها في حياته، إن هم ما يروحوش ماتش الزمالك. حتى لو معانا حق على فكرة، أنا ما عنديش أي اعتراض، بس تخيل أنت بعد ما ياخد القرار ده ويدي البيراميدز الدوري. الراجل ده لو ما كناش كسبنا الدوري السنة دي، كان الراجل ده كان هيتفرم حرفيا، كان هياخد انتقادات ما انزل الله بقى من سلطان بالرغم من كل النجاحات دي. لكن لما يبقى البني ادم ابيض ويبقى سالك ويبقى علاقته بيعمل خير بقى، امه ده عياله ما تفهمش، وفي حاجه حلوه بتحصل عنده في الاخر، يبقى المحصله النهائيه ان احنا نكسب دوري زي اللي انت شايفه قدامك ده. طبعا بالنسبه لاخواتنا او اللي بتقول ان هو غارمنا، او يعني اي حد ما بيشجعش الاهلي، مش قصتي. هو الدوري حرام، ده الدوري ال 45 الحرام. هتقول لي انتوا بتاخدوا دوريات حرام، اقول لك انا بعشق الحرام، مفيش عندي اي مشكله خالص. بالنسبه لو ما كناش خدنا الدوري ده، فانت ما كنتش حاسب ال 44 اللي قبله ان هم حلال، فبالنسبه لي مش فارقه رايك كزملكاوي او بتشجع اي فرقه تانية غير الاهلي. انا ما يلزمنيش رايك في اي حاجه، شايف ان ده حرام ودي خطه، والشعب لازم ينام مبسوط، واحنا الحكومه هو احنا الحكومه، والشعب لازم ينام مبسوط، واحنا بنكسب بالظلم وبنكسب بالتحكيم وبالمسرحيه، ورشين امين عمر عشان يطرد الواد شيكا بتاع اسمه ايه بتاع فاركو، واحنا اللي اكلنا الجبنه، احنا اللي عملنا كل حاجه وحشه، واحنا اللي قتلنا السادات يا الحاج. يعني شوف انت عايز ايه، احنا جايين معاك فيه عادي جدا. يعني احنا بنحب الحرام وبنحب كل البطولات نكسبها ظلم. احنا بنعشق الظلم، وان شاء الله نكسب كاس العالم ده ظلم برضه. ان شاء الله التحكيم يبقى معانا، وربنا يكرمنا كده ونفضل نظلم ونكسب نظلم ونكسب، احنا مرضيين يابا والله. ما يعني بصراحة يعني مش دعوة بيك، انت خليك انت في الحاجة الخير بقى والعدل والحاجات الحلوة والشعب والكلام بتاعك ده. انت عيش حياتك يابا، يابا دي مؤامرات عليك اصلا، انت صح. انت صح، دي مؤامرات يابا الحاج، ما تقلقش مفيش اي مشكلة خالص. معنى منك انت، نيجي بقى لاخويا الاهلاوي. طبعا يا جماعه هو الحاجه الاساسيه اللي تتعلمها من الدوري ده انك تبقى بتعمل خير انك تبقى سالك من جواك، لان انت شفت السلكان بيعمل ايه. بيعمل معجزات والله بجد، النيه الصافيه بتعمل معجزات. انت شفت نيه الفريق كلها صافيه بقى، واتضح ان هو مش رئيس النادي بس، لا ده هي الرجاله دي كلها نيتها صافيه. انا كنت بقول قبل كده ايه، دوري الكابتن محمود الخطيب، ودوري بقى طبعا الكابتن ياسر ابراهيم، وكنت بقول ان ام الكابتن محمود الخطيب ده عياله، وام ياسر ابراهيم ده عياله. لو اتضح ان الفرقه كلها امها ده عيالها، لان انت لما تشوف السلكان اللي عند عيل زي حسين الشحات مثلا، وهو في حلق الجون وممكن يجيب جون، يقوم عامل حاجه ما تجيش في دماغ اي حد. وانا راهن ان هي ما كانتش في دماغ امام عاشور اصلا. هو ما يتوقعش ان حسين الشحات في حلق الجون يرجع له الكره عشان هو يجيب جون وممكن ياخد الهداف. الحقيقه اللي الواحد عايز يقوله يعني ان الدوري ده على رغم من الصعوبات دي كلها، لكن هي بتبقى متعه انك تاخد بعد حرقه الدم اللي احنا كنا فيها الموسم ده كله، ونكسب وربنا يكرمنا ونعدي. فدي متعه والله العظيم يا جماعه. وما تسمعش انت كلام لاي حد بقى، انت فاهم، ملوش لازمه، حد ابيض بخطين حمر دماغهم مفسيه ملناش دعوه بيهم خالص. احنا ماشي، احنا بنحب الظلم، احنا بنحب الكلام ده كله، وربنا يديم علينا الحرام يا عم، ونكسب بطولات زي كده كتير. سلام عليكم.